ابشروا يا شباب، لو عاوز تتجوز وبترغب في الحلال لازم تتأكد ان ربنا هيعينك، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة حق على الله اعانتهم، منهم الناكح يريد العفاف. كان في شاب راح لشيخ قال له: يا شيخ انا نفسي اتجوز يا شيخ، اعمل ايه؟ الشيخ قال له: انت دخلك كام يا ابني؟ قال له: انا بشتغل عامل في محل ودخلي 6000 ليرة، بدي منهم 5000 لامي واخواتي وباخد منهم 1000 مصروفي. الشيخ قال له: يعني انا مهما دعيت ربنا يزود لك دخلك، ودخلك مهما زاد حتى لو وصلت 10000 مش هتعرف تتجوز بيهم يا ابني، ومش هتقدر تدفع بيهم مهر وتشتري بيت. بس انا هنصحك بحاجه مهمه جدا تعملها: حافظ على صلاتك في كل وقت، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تاني حاجه: اشتغل في المحل ده كانه المحل بتاعك، حافظ على امانتك، اشتغل فيه بامانه وصدق واخلاص. بعد 7 شهور الشيخ لقى شاب جاي بيديله دعوه الفرح وبيقول له: انت فاكرني يا شيخ؟ قال له: مش واخد بالي. قال له: انا الشاب اللي جيت لك كنت بقول لك ان انا عايز اتجوز، انا عايز اقول لك ان انا خلاص فرحي كمان اسبوع. قال له: طب انت عملت ايه؟ قال له: انا عملت بنصيحتك يا شيخ وصليت كل صلوات وعمري ما ضيعت فرض. ولما صاحب المحل شاف انا قد ايه مخلص وامين معاه، جه قال لي: انت مش نفسك تتجوز يا ابني؟ قلت له: ايوه بس منين؟ قال لي: تعالى. ووصلني لغايه بيت واداني المفتاح وقال لي: الشقه دي هديه مني ليك، انت تستاهل. فعلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.